تفتكر إيه الأصعب؟ إنك تحب شخص ويقول لك أنا مش بحبك، ولا إنك تحب شخص هو أصلا ما يعرفش إن عندك مشاعر ناحيته؟ في ناس بتعتقد إن أصعب أنواع الحب هو الحب بعد الانفصال، بس الحقيقة إن واحدة من أصعب التجارب الإنسانية هي إنك تحب شخص مش بيحبك ولا يعرف أصلا إنك بتحبه. فأنت كل يوم بتقعد تفكر فيه وتفسر هو كان بيقولك إيه وكل تصرف منه، يمكن كمان بتستنى ما يبعتلك رسالة وبتعيد كل كلام حصل ما بينكم في دماغك، وتيجي تسأل نفسك هل هو كان يقصد حاجة؟ كتير مننا ممكن يكون مر بالقصة دي في فترة من فترات حياته. الموضوع مش مقتصر على سن معين، لأ، أي حد ممكن يكون مر بالفترة دي في أي وقت في أي عمر. الموضوع ده إحنا بنسميه الحب من طرف واحد. ممكن يكون الشخص اللي انت بتحبه ده حد دخل حياتك فجأة، سواء زميل في الجامعة أو الشغل، ممكن يكون جارك أو صديق مقرب، أو حتى شخص انت بتتابعه على السوشيال ميديا. وده موضوع متكرر كتير ومنتشر بشكل كبير في الفترة دي، وأنا هتكلم عليه في فيديو تاني. مع الوقت تبدأ ترسم ليه صورة في خيالك، وبتتخيل شخصيته وحياتك معاه، وبتعيش قصة كاملة في دماغك رغم إنها ما بدأتش أصلا. فالسؤال هنا، هل أنت بتحب الشخص ده ولا بتحب الأمل إنه في يوم يحبك؟ وبما إننا هنا بنتكلم بمنظور علم النفس، فخلينا نشوف علماء النفس قالوا إيه في تفسير الشعور بالحب تجاه شخص مش بيبادلك الشعور ده. أهم حاجة لازم نعرف إننا أوقات ما بنحبش الشخص نفسه، بنحب الصورة اللي رسمناها له في خيالنا، لأننا أصلا ما نعرفش الشخص ده في مواقف كفاية، عقلنا هو اللي بيكمل القصة. في علم النفس دكتور دورثي تينوف عالمة النفس الأمريكية ودكتور جون بولبي لخصوا ظاهرة الحب من طرف واحد في مفاهيم أساسية. وخلينا نركز على 2 من المفاهيم الأساسية دي اللي علماء النفس ركزوا فيها في أبحاثهم والكتب بتاعتهم. رقم 1 وهو الافتتان الشديد، وبيسموه The Limerence، ودي حالة التعلق والهوس الشديد بالشخص نتيجة التوقعات اللي هو بناها في خياله. وطبعا هو مش متعلق بالشخص ده فعلا، هو متعلق بالأمل في إنه يحبه. تاني مفهوم وهو التعلق نفسه، The attachment، وده ببساطة إن الشخص اللي انت بتحبه من طرف واحد ابتدى ياخد مكان عاطفي كبير جدا في حياتك، وبقى مرتبط بمشاعرك وأفكارك ومزاجك، لأن مزاجك كمان ممكن بيتغير على حسب اهتمامات الشخص ده. وجود الشخص أو اهتماماته بيبقى ليه تأثير كبير على حالتك العاطفية. والحب من طرف واحد ده بيغذي التعلق جدا، خصوصا بسبب عدم اليقين، هل هو بيحبني ولا لأ؟ يمكن بيحبني، يمكن هيحبني، طب يمكن لو اتكلمنا أكتر، يمكن لو عرفني أكتر هيحبني. وليه عدم اليقين بيخلي الموضوع أصعب؟ لأن الرفض الواضح أحيانا بيقفل الباب، لكن عدم اليقين بيسيب الباب مفتوح. فدايما تسأل مش يمكن يحبني. ده بيخلي العقل يرجع لنفس الدايرة ويسأل نفس السؤال مرة ورا مرة، وما تقدرش تتغلب على فكرة حب الشخص ده. سؤال مهم ومنطقي، هل الحالة دي حب؟ الإجابة لأ. الحب الطبيعي لازم يكون فيه احترام وتواصل ورغبة من الطرفين وأمان، وده أنا قلته قبل كده في فيديوهات تانية، وهسيب لكم اللينكس بتاعة الفيديوهات في الكومنتس. في سؤال أنا بعتبره أهم سؤال هنا، هل الحب من طرف واحد ده مرض نفسي زي الهوس أو الوساوس؟ طبعا لا. مجرد انك تحب شخص ومش بيبادلك الحب مش معناه اطلاقا ان عندك مرض نفسي. الحب والرفض والانجذاب حتى لو غير متبادل دي تجارب انسانية. المشكلة هتستحق انتباهك لو المشاعر اتحولت لانشغال مسيطر على حياتك، يعني مش قادر تركز، بتراقب الشخص ده ليل نهار، حياتك متوقفة عليه، مزاجك كله بيتغير برد فعله.
حتى إنك بتبني قراراتك على احتمالية إنه يحبك. طالما الموضوع بدأ يسبب معاناة مبالغ فيها، هنا محتاج تنتبه. ممكن تكلم صديق ليك أو حتى تروح لمعالج نفسي تستشيره. للأمانة في حاجة برضو عايزة أوضحها. مشكلة الحب من طرف واحد عبارة عن خيالات وأوهام في عقل الشخص، بتؤدي زي ما قلنا للتعلق. ولكن مش كل شخص متعلق موهوم. أحيانا بتبقى الإشارات فعلا بتبقى غامضة من الطرف التاني ومش واضحة بشكل مناسب يخلي الشخص يتأكد هو الطرف التاني بيحبه ولا لا. بس ده مش معناه إني بشجع الاستمرار على الخيالات، بس برضو للأمانة لازم نبقى فاهمين الصورة كاملة. في المرحلة دي احنا خلاص خلصنا التفسير واتكلمنا في مبادئ ومفاهيم أساسية بتفسر الحب من طرف واحد. طيب بقى نسأل السؤال المهم، لو أنا بحب من طرف واحد دلوقتي أعمل إيه؟ أكيد مش هقولك انسى الشخص وخلاص، لأن الموضوع مش بالسهولة دي. العقل مش زرار هندوس على الزرار فننسى الشخص. في شوية حاجات هنصحك بيهم عشان تتخلص من موضوع الحب من طرف واحد. أول حاجة، اعترف بمشاعرك. أنا بحبه، بس مش لازم تعطل نفسك وتوقف حياتك عشان حبيت. تاني حاجة، اعترف بالواقع. أنا بحبه لكنه مش بيبادلني نفس الشعور ولا يعرف أصلا إن أنا بحبه. الفرق بين المشاعر والواقع مهم جدا. تالت حاجة، اسأل نفسك، هل أنا أعرف الشخص ده فعلا ولا أعرف بس الصورة اللي عملتها له في دماغي؟ هاجي هنا لأهم نصيحة هقولها لك، ركز معايا كويس. بطل تراقبه على السوشيال ميديا. وقف خالص إنك تعيد المحادثات وتقراها مرة تانية وتالتة، أو تعيد الفويس مسجز وتفضل تسمعها كأنها أغنية. بطل تتخيل سيناريوهات معاه بالساعات، واشغل نفسك بهواية مفيدة. بطل تدور على علامات في كلامكم علشان تأكد اليقين على إنه ممكن يكون بيحبك أو هيحبك. آخر نصيحة، أنت لازم تحب نفسك وتخلي محور حياتك هو نفسك. ارجع اشتغل على نفسك كل يوم، شوف بتحب ايه واعمله. اخرج مع صحابك، اهتم بشغلك اكتر، كافئ نفسك انك قضيت يوم منتج وانك ما فكرتش فيه. هات لنفسك هدية صغيرة حتى لو خرجت شوية، هي دي تكون هديتك. اتمشيت شوية، استمتعت بصحبة نفسك، ودي اهم حاجة. ابدأ يومك بكل هدوء. اول ما تصحى 10 دقايق وقف تفكير في أي حاجة، خد نفس عميق واهدى. مش لازم تجري على الموبايل، شوف الريلز أو تتابعه هو أصلا والبروفايلز بتاعته على السوشيال ميديا. في النهاية احنا بنعمل كل ده مش عشان بس تنساه، يهمنا كمان إن ما تخليش شخص واحد يبقى هو محور حياتك. افتكر، الحب مش غلط، بس إنك تحب شخص مش بيحبك هو مش ضعف. لكن أهم حاجة إنك تحب نفسك وتستمتع بصحبة نفسك أنت.